السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله بخير، دومكم بخير. ورجعت لكم فيديو جديد ان شاء الله يفيد تحبوه. قبل ما نبدا الفيديو خلونا لايك، نديكم الحلو، اشتراك القناه اذا كنتم ما مشتركين. وبثل ما تشوفون جاي احضر بالجنطه لان جاي نروح الاهلي، يعني صار لنا هواي ما رايح الاهلي تقريبا 5 اشهر. مريومه صار عمرها يلا رحت. فشوفون هنا طبعا بتت ثاني يوم الصبح رجعت لان عندنا عزيمه بالبيت، وهنا خطيه سوينا ريوق، مرت اخوي سوت لنا. فما صورت لكم كل التصوير لان انا رحت بالليل وبين ما انتهينا يعني السولف ظلنا الصبح السولف، فما لحقت اصور. ان شاء الله غير مره اصور لكم. فهنا حبيت اصور لكم يعني بس الريوق، وصورت لكم الحديقه. طبعا هنا ما جت بنت كبيره، انتم تعرفون امتحانات، فاجا بس ابن محمد ورقيه ومريومه. وشوفوا الحديقه مالته كلش حلوه. طبعا هنا قلت لهم جيبوا مرجوحة للجهة الخطيخة تلعب بيهن. هاي الحديقة الحلوة والجوا شوفوا هنا قد حلوة. هاي الوردة كلش عجبتني. وهنا بعد هي رحت رجعت لبيتي وطبعا رحت البيت شوي ارتاحيت وبديت. طبعا هنا ما راح نسوي يعني اكل اللي جينا اول مرة نسوي يعني كباب شوي وشوربة ويعني مقبلات. فقلت له لا عيب يعني كباب شوي، قلت له جيب سمك يعني شوي. فهنا مثل ما تشوفون راح اسوي تمن احمر. ابو محمد راح شوي يعني السمك حجزه، قال انت سوي عليك بس الزلاطة والتمن الاحمر. مثل ما تشوفون هنا يعني طريقة كلش سهلة. حمست البصل وفلفل البارد ومعجون وبهارات، يعني خلت شوية بهارات برياني وبهارات جدر، صار كلش طيب. وطبعا هذا تمن الوجبة، وخليت من هاي البهارات بهارات الدجاج هم كلش طيب، يعني يعطي نكهة كلش طيبة. وهسه خليكم ويا الفيديو، واحب اقولكم تصبحون على خير. لا تنسونا باللايك والاشتراك. مع السلامة حبايب.